كانت واحدة من أهم الأمور اللي حصلت لي في زيارتي لأوروبا، وهي زيارة أهم المصانع الأوروبية المسؤولة عن إنتاج كتير جدا من براندات الزيوت اللي موجودة عندنا في مصر. وتحديدا كانت الزيارة الأولى لمصنع ACT المسؤول عن إنتاج براند ريزويل الغني عن التعريف، واللي هو موجود في دولة ألمانيا وتحديدا في مدينة شتوتغارت. ثم بعد كده اتجهنا لزيارة مصنع SCT اللي موجود في دولة ليتوانيا وتحديدا في مدينة كلايبيدا. هو ده المصنع اللي مسؤول عن انتاج براند زيت شامب اويل وكمان براند مانول الغني عن التعريف. فكرة انك تروح مصنع زي ريزويل وتشوف المنتجات قدام عينيك وهي بتتصنع من البداية للنهاية، ازاي المنتج ده بيبدأ وازاي مراحل الانتاج بيكون شكلها ايه، مراحل التجهيز شكلها ايه، لحد ما المنتج ده بيوصل لشكله النهائي وبيتعبى وبيستعد للشحن لمختلف الدول العربية والأوروبية كمان، لأنه المنتج ده بيتم تصديره لكتير جدا من الدول الأجنبية مش بس الدول العربية. إنه إزاي المصنع بيستقبل الزيت الخام ده وبيتم تعبئة الزيت الخام ده في تنكات ضخمة جدا، وبعد كده تدخل تشوف بنفسك مرحلة الخلط أو ما تعرف بمرحلة الطبخة، إنه إزاي المنتج ده بيطبخ، إزاي المنتج ده بيتعمل علشان في النهاية يطلع لك في صورته النهائية ويكون جاهز للاستخدام في السيارات. والكلام ده سواء كان عن الزيوت او حتى كان عن الاضافات. ثم بعد كده بتتنقل لمرحله الفحص او مرحله ان انا باخد عينه علشان ابدا في مرحله فحص الجوده، انه المنتج ده يصلح للاستخدام في السياره فعلا بشكل نهائي، ما يبقاش فيه اي مشاكل، ما يبقاش المنتج مجرد انه اتطبخ واتعمل له ميكسنج وخرج على طول للاستخدام النهائي. لا، بيتاخد منه عينة والعينة دي بتتفحص في مرحلة اسمها مرحلة الجودة، ثم بعد كده تعبئة المنتج بشكل نهائي، ثم تغليفه واستعداده للشحن زي ما قلت لك لمختلف الدول الأوروبية ومختلف الدول العربية، واللي طبعا من أهمها مصر. وإنك كمان تروح تشوف مصنع بحجم وبضخامة مصنع زي SCT اللي احنا قلنا انه مسؤول عن انتاج براند شامبي اويل وكمان براند مانول، وتشوف الخطوات دي كمان تفصيليا قدامك. نفس الخطوات اللي احنا قلناها دي هي بالظبط بتحصل في مصنع SCT، وتشوف الخطوات دي قدامك كده عيانا، وتشوف المنتجات وهي بتتجهز علشان تطلع في صورتها النهائية. ما بتبقاش مصدق نفسك وانت شايف انه المنتج النهائي اللي في مصر اللي انت بتفتحه بس كده فتحة بسيطة وتحطه في العربية عندك، ازاي المنتج ده تفصيليا بيمر بمراحل الانتاج والتجهيز دي كلها، فتعرف وتفهم قد ايه المصانع دي وقد ايه الناس دي فعلا محترمة وفعلا براندات قوية جدا جدا جدا. في النهاية هي تجربة بالنسبة لي أنا بتثبت لي أنا أولا وبتثبت لحضرتك ثانيا إنه وكيل ريزويل، واللي هو بالمناسبة نفسه هو وكيل شامبي أويل في مصر، إنه فعلا الراجل ده أو الوكيل ده ما بيجيبش الزيوت دي من مصادر مجهولة أو مصادر غير معروفة او ناس بتعمل منتجات تحت السلم. لا لا لا، ما فيش الكلام ده خالص. الناس دي هنا في الدول الأوروبية سواء في ألمانيا لما رحنا مصنع ريزويل أو سواء في ليتوانيا لما رحنا مصنع SCT، الناس هنا بتهتم أولا وأخيرا بجودة المنتج اللي بيروح لحضرتك علشان في النهاية تستخدمه في عربيتك، أيا كان بقى كنت أنت من مصر، من العراق، من سوريا، من أي دولة أوروبية. المهم في النهاية إنه مصنع بهذا الحجم سواء في ريزويل أو سواء في شامبي أويل الاتنين بيهتموا جدا بجودة المنتج. انت مش متخيل قد ايه المصنعين دول يعني قمة النظافة وقمة الشياكة. العامل وهو واقف كده شغال مبسوط وشغال شكله نظيف، المصنع نفسه يفتح النفس. المنتجات وهي بتتصنع طبعا مفيش تدخل بشري نهائي، كلها آلات بتشتغل، حاجة قمة الروعة. في النهاية شكرا نور ستورز وكيل ريزويل ووكيل شامبي اويل في مصر. اشوفكم دايما على كل خير. سلام عليكم.